مساء الجمال عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اتاخرت عليكم كتير بس اعذروني، كنت تعبانه شويه. انا طبعا عايزه اقول لكم الصدر طبعا اللي انا كنت جايباه من صفحه تسريت المغربيه. انا كنت عامله عليه فيديوهات للشعر. طبعا مش عايزه اقول لكم ما شاء الله على الحلاوه بتاعت الشعر وجمال الشعر، والشعر مفروض ازاي. مفيش اي هيشان ومفيش اي تقصف خالص مع الاستمرار. انا بقيت استخدمه 3 مرات في الاسبوع، انا والولاد بتستخدم للكبير وللصغير، ما فيهاش اي اضرار نهائي عشان دي عشبة طبيعية. هما بيجيبوها وبيطحنوها، وزي ما انتوا شايفين ده اصلا الكيس ده الصدر المغربي الاصلي. انا ما بجيبش الحاجات دي من عند عطار. اي عطارين انا ما بكونش واثقه منهم غير لما بكون عايزه حاجه للضروره والاوردر مثلا هيتاخر عليا. ده طبعا زي ما انتوا شايفين المغربي الاصلي الصدر. ينظف الفروه ونقيها وخلصها من القشره والحكه. زي ما انتوا شايفين بيحافظ على لون الشعر وخاصه المصبوغ بالصبغات الطبيعيه. تمام. اما للبشره بيخلصك من المسام المفتوحه وينظف البشره ويساعد على علاج البشره والحبوب الصدفيه والاكزيما. طبعا انا كنت الفيديو اللي فات انا كنت عاملاه علشان خاطر الشعر. الفيديو بقى بتاع النهارده انا هعمل لكم للبشره. تمام. البشره طبعا انا جربته كذا مره وقلت بقى طالما جايب معايا نتيجه حلوه قوي كده لازم بقى نجربه مع بعض. تمام. انا دلوقتي جبت معلقه كبيره عشان طبعا الماسك انا مش هستخدمه لوحدي. انت لو هتستخدمي لوحدك حطي عليه معلقه صغيره. تمام. معلقه كبيره من الصدر المطحون المغربي من صفحه تساليت المغربيه. هتحطي عليها شويه ميه، يعني يعتبر معلقه ميه، اعجنيها بمعلقه ميه دافيه عشان لازم تتعجن بميه دافيه. تمام. وبعد كده هقولك على المكونات بتاعتها. المكونات اللي احنا هنحطها موجوده في كل بيت، ولو انت مش عايزه تحطي عليها المكونات ديت خلاص انت ممكن تعمليها عادي خالص. هنبتدي مع بعض المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الصدر المطحون. حطيت طبعا دلوقتي معلقه لبن بودر. تمام. على الصدر المطحون المغربي والميه الدافيه. طبعا الميه الدافيه انا بقول لكم على حسب الكميه اللي انتوا هتحطوها. لو انتوا هتعملوا كميه كبيره هيبقى طبعا هتشوفي على حسب العجن والميه الدافيه بتاعتك. حطيت معلقه من اللبن البودر. عندك زيت الليمون، لو ما عندكيش زيت الليمون ممكن تحطي نقطتين ليمون عادي بتاعنا. زيت الليمون مش عايزه اقول لكم ان هو بيشد البشره وحلو جدا وبيفتحها. طبعا لما انت تحطي بقى مع ورق الصدر كمان الصدر المطحون ده تحطي زيت الليمون او الليمون بتاعنا عادي مع طبعا اللبن البودر ده. شوفي بقى جمال بشرتك وجسمك وايديكي. وخلي بالكوا اللي بيعمل ماسكات لازم ان انتي تكوني بتعملي رقبتك وايديكي عشان لازم الرقبة تبقى نفس لون البشرة، ولازم الايدين تفتحها طبعا تفتحيها علشان غسيل المواعين ومعرضة للشمس والكلام ده كله. عندي هنا اللوز المر. هتحطوا برضو نقطتين منه. وعندي زيت الورد. ومش عايزه اقول لكم زيت الورد بتاع تيسليت برضو المغربيه حلو جدا قد ايه وبيفتح، وبالذات منطقه البيكيني لما تجيبي حته قطنه وتجيبي الزيت بتاع زيت الورد وتدهني بس الاماكن دي وتحت الابط. مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه وبيفتح قد ايه وهيبان من القطنه. انا كده خلصت الماسك بتاعي زي ما انتوا شايفين الماسك اهو. هيقعد قد ايه؟ هتدهيني طبعا اهم حاجة طبعا الايد، واهم حاجة الصوابع من هنا. هتقعديها قد ايه؟ لحد ما الماسك ينشف نهائي.
من 15 ل20 دقيقة، ولو لسه ما نشفش معاكي سيبيه لحد ما ينشف، وتبتدي ان انتي تفركيه حركة دائرية كده اهو. تمام. وبعد كده تشطفي وشك بميه دافيه، وتستخدمي ميه المورد بتاعه تسليت. لو ما عندكيش ميه المورد بتاعه تسليت طبعا فاتك كتير يعني، عشان خاطر هما بيعملوا ماء ورد غير اللي احنا بنجيبه من عند العطار نهائي. ده الماسك بتاعنا بتاع الصدر المغربي الاصلي للبشره وللجسم. وطبعا لو عايزه تعملي صنفره ممكن تحطي سكر ومع ورق الصدر وتصنفري بيه جسمك كله وايديكي وبشرتك، بس بحركات دائريه بالراحه. حبيت ان انا اشكر برضو الصفحة تسليت المغربية بسبب منتجاتها الحلوة. كل مرة بعمل فيديو هبتدي ان انا اشكر فيها على طول، عشان بصراحة المنتجات بتاعتها حلوة جدا. وهوريكم بقى ايديا بعد ما تنشف خالص، هوريكم منظر الايد عاملة ازاي. بصوا بقى لما طبعا الصدر المطحون نشف في ايدي، بتفركوه بقى كده. لو عندكم ليفه مغربيه، الليفه المغربيه بتاعت السليب برضو، طبعا الليفه المغربيه بتقعدوا تكحتوا بيها كده وتلفوا داير ما يدور. شايفين طبعا الكاميرا ظلمه طبعا الجمال والتفتيح ده عشان الاضاءه. شايفين يعني انا مش عايزه بس احلف في الحمام. شايفين ايديا، طبعا ايديا كانت ناشفه من غسيل المواعين، ومن طبعا انتوا عارفين الحاجات بتاعت البيت اللي بتتعمل. ايديا فاتحه وايديا ناعمه زي ما انتوا شايفين. غير بقى الوش والجسم بقى بيبقى عامل ازاي. ابتديت تجربوا الحاجات بتاعت صفحه تسليت المغربيه، سواء ماسكات للبشره او للشعر، حلوه جدا وجربوها وهتدعولي من الحاجات اللي انتوا بقى هتشوفوها ببشرتكم مشدوده وتفتيح. طبعا تبقى الواحده جايه من الجامعه بتاعتها وجايه من شغلها وشها بهتان وشها فيه حبوب عايزه تنضفه. الحاجات دي كلها من الماسكات اللي انتوا هتجيبوها، جيبوها من صفحه تسليت المغربيه. مش عايزه اقول لكم حلوه جدا وتفتيح فوري، يعني مش عايزه اقول لكم يعني هوصف لكم ايه اكتر من كده. شايفين؟ هستناكم تكتبوا لي في التعليقات انتوا جبتوا وجربتوا ايه من الصفحه.